الفرخة اللي ما بتنكش ما بتاكلش. لو معاك صنعة، تجارة، اي حاجة بتفهم فيها، اتمسك بيها على قد ما تقدر، حتى لو دخلها صغير. ميسيرك في يوم تكبر. حاول وعافر واعمل المستحيل طالما الحاجة دي شغالة. حاول تكبرها، وخلي بالك الشغلانة اللي انت فيها دي هي راس مالك الحقيقي، اللي ممكن بعد كده تسيبه لعيالك ويكبروا فيه. ولو انت في يوم من الايام ما سبتش لعيالك حتى اللضا، سيب لهم المحاولة والمعافرة والتحدي، وان هو يفضل متمسك بهدفه عشان يكبر. ياما عيال نقلت اهاليها للسما وهم مش سايبين ليهم حتى اللضا، وياما عيال تعاركوا على الميراث ساعة الجنازة واهليهم سايبين لهم حاجات كتير. انت اللي بتحدد مصيرك ومصير نفسك ومصير اولادك. ولو انت موظف ودخلك صغير، حاول تتعلم حاجة حتى لو صغيرة قد كده، كبر فيها وتعلم واشتغل وتحدي نفسك. مصيرها يوم الحاجة دي تبقى بالنسبة لك أساس من أساسيات الحياة، وبعد كده ممكن تسيب شغلتك أو تحفظ وظيفتك عشان تتفرغ للشغل الخاص بيك. حاول بقدر الإمكان تؤمن ان انت تكون راضي من جواك، بس اوعى في يوم تكون مقتنع بان الصغير اللي عندك دوت هو ده نصيبك من الدنيا. ربنا بيحدد الارزاق على قد السعي، ولئن شكرتم لازيدنكم. اسعى وارضى وما تقتنعش باللي معاك، حاول تكون احسن.